في ليلة هادية من ليالي القاهرة، كانت المدينة نائمة ولا تعلم أن التاريخ يستعد للاستيقاظ. داخل بيت بسيط جلس فلاح مصري بجوار ابنه الصغير. لم يكن هذا الرجل يعلم أن ما هو قادم لن يغير حياته فقط، بل سيغير مصير وطن كامل. قبل أن تظهر السفن الفرنسية على شواطئ الإسكندرية، كان البحر هادئ، هدوء ما قبل العاصفة. في ذلك الوقت لم يكن الصراع محلياً، بل كان العالم كله تقريباً يقف على حافة انفجار. في أواخر القرن ال18 تحولت أوروبا إلى ساحة صراع مفتوحة لا مكان فيها للضعفاء. فرنسا بعد ثورتها عام 1789 أسقطت الملكية، لكنها دخلت حرباً أخطر، حرب بقاء. وعلى الجانب الآخر وقفت إنجلترا، القوة البحرية الأكبر، تراقب وتستعد للضربة. سيطرت إنجلترا على البحار وخنقت تجارة فرنسا، فأصبحت فرنسا تبحث عن طريق جديد للانتقام. وهنا بدأ اسم مصر يظهر على الخرائط، لا كأرض بعيدة بل كهدف. مصر لم تكن مجرد ولاية، بل كانت قلباً نابضاً يربط بين 3 قارات وثروات العالم. من يسيطر على مصر يسيطر على طريق الهند، أغنى مستعمرات إنجلترا ومصدر قوتها الحقيقي. لكن داخل مصر لم يكن الوضع أفضل حالاً، فالدولة كانت تعاني من ضعف شديد وإنهاك طويل. حكم مملوكي، صراعات على السلطة، ضرائب ترهق الناس، وشعب يدفع الثمن بصمت. أما الدولة العثمانية حامية مصر اسمياً، فقد دخلت مرحلة ضعف وتراجع. وهكذا لم يعد السؤال هل ستغزى مصر، بل أصبح السؤال الوحيد: متى؟